ليه بنعمل التخطيط ده؟ بنحاول نركز على حاجات مهمة، أولويات بالنسبة لنا، ونعملها بشكل عملي وفي نفس الوقت يكون طموح. لما يتحقق يبقى إنجاز بالنسبة لنا وتبقى خطوة لقدام. فبالتالي بنشوف إيه أكتر حاجات إحنا محتاجين نركز عليها وبنركز عليها. وسواء الحاجات دي أنت بتكتبها أو بتعملها فيجن بورد، تحطها في شكل صور للأهداف اللي أنت محتاج تحققها وتجمعها عشان تبقى موجودة قصاد عينك، تحفزك وتديك طاقة. أو لو حتى هتعمل لها تدريب لجهازك العصبي ولعقلك علشان خاطر تبقى حاططها في منطقة الوعي إن دي حاجات أنا فعلا محتاج أعملها، اللي هو المانيفستنج، إن أنت مؤمن بحاجة لسه ما حصلتش فبتسعى بكل طاقتك إن أنت تحقق الحاجة دي. بس المهم في الموضوع إن أنت تكون بتكتب الحاجات اللي أنت عايزها. الكتابة فعلا فيها قوة علشان بتخليك أكثر تحديدا وأفكارك واضحة أكتر، تحط الأهداف دي في منطقة الوعي، فهتحاول تبتدي تشتغل عليها